انا مش عارفه انتوا زيي ولا انا بس اللي كده. انا عمري ما حاجه العيد دي اخلي يترمي منها فتفوته، يعني مثلا بسكوت العيد بتيفور العيد ما فيش نص بسكوتايه كده الاقيها راحت هدر. ما بعرفش يا جماعه والله بجد، بستحرم جدا نعمه ربنا، وكمان الحاجه قد ايه بتعب فيها وبكلفها وبطلع شغل عالي وبعمل حاجه حلوه، فلو الحاجه مش هتتاكل لا ما بعتقهاش. شايفين بسم الله ما شاء الله الغريبه القمر دي اللي احنا عملناها مع بعض يا ولاد، يعني الغريبه العسل دي نعمل لها اعاده تدوير. بصوا هي قمر بس احنا هنخليها قمرين بما انها ما اتاكلتش. زي ما قلت لكم مفيش حاجه عندي اسمها ما اتاكلتش، انا الحمد لله ما بحبش ارمي حاجه ابدا. كل ما بنحافظ على نعمه ربنا البركه بتزيد في بيتنا زي ما قلت لكم قبل كده. بما اني بقى كل حاجه اتنسفت بالف هنا وشفا لكل اللي كلها، طبعا عندي الكحك والبيتيفور والبسكوت الحاجات دي ما بتقعدش، كل مره اللي بيقعد هي الغريبه، يعني ملناش تقول عليها قوي بمعنى اصح، بس هي ما شاء الله كانت مثاليه جدا وزي العسل. فبما انها ما اتاكلتش زي ما قلت لك تعالي هخلي بقى البيت كله يقف طابور علشان ياكلها. بجد يا جماعه مش هتصدقوا الجمال اللي هيطلع معانا، حاجه فوق الوصف والخيال ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه. بجيب الكبه بتاعتي وببدا ان انا احط فيها الغريبه علشان افرمها، بس قبل ما افرمها لازم اضيف عليها معلقه صغيره من الكاكاو. معايا كاكاو خام عادي خالص. الكبه بتاعتي مش بملاها، يعني تقريبا بحط نصها كده علشان يتفرم معايا كويس وانعمه بشكل كويس. تمام، عملت الموضوع ده 3 مرات، كل مرة احط شوية من الغريبة وعليهم معلقة صغيرة من الكاكاو الخام وافرمهم كويس وبس كده. ملحوظة مهمة، لو الغريبة بتاعتك انتي مزيناها باي حاجة زي اللولي الصغير او اي حاجة مزينة بيها الغريبة طبعا بنشيلها الاول قبل ما نفرم. الغريبة لازم تكون سادة. دي الكمية بتاعتي بعد ما خلصتها ما شاء الله تمام قوي. هنا بقى معايا 3 حبات من البيض. البيض بتاعي حجمه صغير، لو انتي البيضة بتاعتك حجمها كويس هتستخدمي 2 بيضة بس. تمام، ركزي معايا كويس في النقطة دي. طبعا يفضل البيض بتاعك يكون بدرجة حرارة الغرفة، واهم حاجة طبعا بنضيف عليه فانيليا، سواء فانيليا سايلة او اي نوع فانيليا. تمام، ومعايا كمان كوباية من الحليب. اول حاجة هحط البيض بتاعي وهضيف عليه معلقتين كبار من السكر وبس كده. هتقولي لي هنا يعني سكرها كده هيكون مظبوط؟ طبعا الغريبة سكرها مظبوط جدا، احنا مش محتاجين اكتر من معلقتين سكر علشان يظبطوا الدنيا. عايزة اقول لكم ان الغريبة عبارة عن سمنة ودقيق وسكر، احنا نتعامل على كده لان الغريبة طبعا زي ما انتوا عارفين هي مش بتاخد سوا، فاحنا يعتبر محتفظين بكل حاجة زي ما هي، يعني احنا السمنة وكل حاجة لسه محتفظة بشخصيتها في الغريبة، فالغريبة بتتعامل غير اي حاجة تانية غير كده، ولا هنحط دقيق ولا سمنة ولا زيت ولا سكر. تمام، خلينا متفقين. اول حاجة ضربت البيض بتاعي كويس جدا جدا مع معلقتين السكر لحد ما بقوا فومي كده، ونزلت عليهم بقى بكوباية اللبن زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنزل بكمية الغريبة اللي احنا طحناها مع بعض، بس ما نزلتش بيها كلها، نزلت بنصها وحطيت عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر او الكيك شيف اي حاجة، وبدأت بقى في الضرب وانا بضرب نزلت ببقية الكمية. وسبحان الله يعني الشوية اللي انا طحنتهم جيهم مظبوطين كده، يعني انا ما عايرتش الكمية اللي انا طحنتها بالظبط، بس سبحان الله. بس انتوا عارفين بقى الشيف الطباخ اللي جوه الواحد هو احساسه كده ان الكمية تمام، بس انا احتجت كمان شوية لبن صغيرين، يعني 3-4 معالق كمان من اللبن ضفتهم علشان القوام كان تقيل معايا شوية. تمام، بس كده المقادير مظبوطة قوي والقوام طلع معايا اللي انا عايزاه. شايفين ما شاء الله السمك ده كده تقيل، هو ده اللي انا عايزاه علشان ايه هنعمل ديسباسيتو. تمام كده، جبت بقى قوالب الديسباسيتو بتاعتي، هنبدأ بقى نمسحها ونفضي فيها الخليط بتاعي كده. عايزه اقولك لو اي حاجه فضت عندك زي بسكوت العيد او كحك حتى او بيتيفور اي حاجه، فكري لها في حاجه واعملي لها اعاده تدوير، بجد بنعمل لها تجديد شامل وبنخلي نفسنا مفتوحه للحاجه دي وبناكلها وهي حاجه تحفه. شايفين انا هنا كل اللي احتاجته زي ما قلت لك مثلا 2 حبه بيضه وكوبايه حليب، بس شويه فانيليا ومعلقتين كبار من السكر وبس كده. انا ما استخدمتش اي حاجه معقده ولا استخدمت مكونات كتير، وقصاد كل ده انا طلعت بنتيجه مختلفه جدا وروعه جدا. انا عايزه اقولك غير اي ديسباسيتو غير اي نوع كيك انتي كلتيه قبل كده، هنا الدنيا مختلفه قوي. انا مهما اوصف لكم الجمال اللي طلع معايا مش هقدر اوصف لكم قد ايه هي جميله وطالعه. عايزه اقول لكم ايه، مرمله، طريه قوي يعني دايبه،
بصوا حاجة كده افخم من الجاتو كمان ما شاء الله. جربوها رهيبة. ما تنسونيش، انا نسيت اقول لكم على التسوية. بس يلا بقى ما تبخلوش بقى باللايك الجميل من ايديكم. حطوا لايك للفيديو وتعليق ولو بحرف، علشان التعليق دون بيساعدك ان الفيديوهات توصلك بعد كده. وتعالي بقى اكلمك عن التسوية. اهم حاجة القوالب دي بنرصها في صينية ألمونيا علشان التسوية تطلع معانا مظبوطة. تاني حاجة الفرن لازم يكون سخن قبلها بربع ساعة. بندخلها على فرن درجة حرارة 180، يعني درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط. تمام. وبنبص عليها بعد تلت ساعة بالظبط. تلت ساعة بالظبط هتلاقيها استوت، لأنها ما بتاخدش أي وقت. تقدري طبعا تعملي المقدار دون في قالب واحد كبير، مفيش أي مشكلة، أو في أي صينية عندك انت حابة تعملي فيها. بالنسبة للشوكولاتة اللي حطيتها على الوش، التزيين ده بتاعك خالص. تقدري تزيني بأي حاجة متاحة عندك، أو ما تزينيش خالص. الكيك أصلا فيه طراوة مش طبيعية. لو مش محتاجة تزيني فمفيش أي مشكلة. فبالنسبة لي أنا جبت شوكولاتة خام، سيحتها على حمام بخار مائي، وحطيت عليها 3 معالق كبار من اللبن، وعليهم معلقتين كبار من الزيت. تمام. كل دون على حمام بخار مائي وقلبته كويس. طلع معايا صوص شوكولاتة وهمي. بدأت غطيت بيه الكيك بتاعي كده. عايزة اقول لكم في الحقيقة هو احلى بكتير جدا من التصوير. عايزة اقول لكم زي ما انتم شايفين الكيك، بصوا كده معايا دايب ازاي، وهش جدا. حاجة فخمة قوي وطعم جدا جدا. بجد جربوه هيعجبكم قوي. ما تنسوش بقى اللايك الجميل من ايديكم طبعا، فضلا وليس امرا. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.